اشنو وقع لفيفيانا وجويل الابن ديالها. في سنة 2020 خرجت فيفيانا هي والابن ديالها جويل كأي يوم عادي، لكن هاد الخرجة كانت هي آخر خرجة ليهم. فاش شاف الزوج ديالها أنها تعطلات وما قدرش يوصل ليها، حاول يتصل بالشرطة، وهنا كانت الصدمة. اشنو يقدر يكون وقع لفيفيانا وجويل؟ تبعوا معايا القصة. فيفيانا مرأة عندها 43 عام، ساكنة هي وراجلها دانييل وولدها جويل في إيطاليا. فيفيانا كانت خدامة دي جي هي والزوج ديالها، ودانييل كان خدام كذلك سائق طاكسي باش يحسن الوضع المادي ديالهم. أصدقاء فيفيانا ودانييل كانوا كيوصفوهم بالأزواج المثاليين. في 3 غشت من عام 2020 خرجت فيفيانا هي والابن ديالها باش تاخد ليه حذاء، وعلى قول الزوج ديالها قال لهم بانها ودعتني وهي فرحانه بزاف، وكانوا ملامح وجهها مبسوطين وكتبان انها مرتاحه، وقالت ليه باللي ما غاداش تعطل، فقط غاديه تمشي لمحل الاحذيه تاخد حذاء لابنها وترجع بسرعه. لكن الزوج ديالها استناها بزاف وما رجعاتش. هنا بدا الخوف كيتسلل دانييل، خاصة فاش حاول يتصل بها ولقى الهاتف ديالها مازال في الدار ما داتوش. هنا زاد القلق ديال دانييل، لان مادام ما داتش التليفون ما كانتش باغا تعطل، اذا مادام تاخرت الا وانها وقعت ليها شي حاجه. الشيء اللي خلاه يقدم بلاغ الشرطه، الا ان الشرطه قالت ليه خاصو يستنى حتى تدوز 24 ساعه. دازت 24 ساعه وما كاين حتى اثار لفيفيانا وجويل. هنا الشرطه كتفات البحث وعمليه التحري في كل بلاصه، وبداو باصحاب محلات الاحذيه لانهم كان المقصد ديالهم محل الاحذيه. لكن للاسف اصحاب محلات الاحذيه قالوا باللي ما شافوهاش. هادشي كيفسر ان فيفيانا وجويل وقعت لهم شي حاجه قبل ما يوصلوا لاي محل. واثناء عمليه البحث والتحري توصلت الشرطه للسياره ديال فيفيانا، وكانت فوق واحد الجسر، وكانت متعرضه لحادث بسيط، لكن ما لقاوش لا فيفيانا ولا جويل داخل السياره. اتجهت الشرطه للمستشفيات يقلبوا عليهم وما كانش لهم الاثار. واستعادت الشرطه عمليات البحث في مكان الحادث، واستعنت بالطائرات والكلاب البوليسيه، لكن ما قدروش يدخلوا للغابه. وهنا نشرت الصحف صور فيفيانا وجويل باش الا شي واحد عارف عليهم شي معلومه. وفعلا بعد واحد المده زمنيه اللي قصيره جا اتصال الشرطه من واحد الشاهد كيقول بانه شاف فيفيانا فاش عملات الحادث مع شاحنه، وكان هو برفقه العائله ديالو وعرض عليهم المساعده. وكانت الحاله ديال الام والولد يعني بحاله جيده، وكيقول باللي فاش تحركوا من حداهم مسافه صغيره شاف فيفيانا وهي هازه ولدها ومتجهه للغابه، وكيأكد انها كانت بحاله جيده. وقال لهم باللي هو تعجب فاش شافها غاديه للغابه. هنا الزوج ديالها حس بالامل نوعا ما انهم زعما يقدروا يكونوا مازال حيين، وفي نفس الوقت خاف لان الغابه خطيره بزاف، فيها مرتفعات ومنخفضات، عاد زيد عليها الحيوانات المفترسه. شنو اللي خلى فيفيانا تمشي للغابه؟ فاستمعت الشرطه للشاهد، بداو كيقلبوا في السياره بشكل مفصل لعل وعسى يلقاو ولو دليل بسيط يوصلهم لفيفيانا. وهنا الشرطه لقات اوراق موعد مع طبيب نفسي، وسولوا الزوج ديالها واش فيفيانا كانت متبعه مع طبيب نفسي. هنا تغيرت ملامح دانييل وقال لهم بانها كانت كتعاني من اكتئاب بسبب حظر التجوال، وكانت كتخاف توقع عليها شي كريز، فكانت كتتبع عند طبيب نفسي. وكيأكد لهم انها في اليوم اللي خرجت فيه كانت حالتها النفسيه مزيانه بزاف. وبقات الشرطه كتقلب في الحسابات ديالها على وسائل التواصل الاجتماعي،
وشافوا كل صورها في الفترة الأخيرة كان الوجه ديالها شاحب والملامح تعب والاكتئاب واضحة. بقاو كيقلبوا في السيارة ديالها وكذلك في المنزل، ولقاو كتب دينية كثيرة. وهنا كيدخل طرف ثالث في القصة، وهي أخت دانييل. قالت لهم أنه قبل وقوع الحادث طلبات فيفيانا من أخت دانييل باش تديهم للهرم الضوئي، واللي هو عبارة عن هرم من الفولاذ وعنده علاقة بمعتقد ديني. والغريب في الأمر أنهم فاش لقاو سيارة فيفيان كانت واقفة على الشارع اللي كيوصل لهذا الهرم. وأخيرا بعد 5 أيام من البحث المتواصل لقاو جثة فيفيانا في حالة سيئة داخل أعماق الغابة. ولكم أن تتخيلوا يعني واحد الشخص اللي كان وسط الغابة، وهاد الغابة خطيرة لمدة 5 أيام، كيفاش غادي يكون الوضع ديالو؟ هاد الأمر زاد للشرطة تعقيد، وما قدروش يعرفوا واش فيفيانا طاحت من الفوق وافترسوها الحيوانات، ولا تقتلات وترمات داخل الغابة عاد افترستها الحيوانات. فبقات الشرطة في حيرة من أمرها. نجيو دابا للطفل جويل اللي ما كاينش ليه الآثار. واش ممكن أن شخص قتل الأم وخطف الولد زعما؟ لكن للأسف هذه كلها كانت فرضيات. كل هاد النظريات تبخرت، خاصة فاش تطوع أحد أفراد عناصر الشرطة ودخل أعماق الغابة ولقى بقايا عظام ورفات بشرية، واللي كانت الجويل للأسف. هنا نقدروا نقولوا باللي كل إيطاليا تصدمات بهذا الخبر، وخاصة أهالي الضحايا. والسؤال الأقوى هو شنو وقع لهم. في 24 غشت توصلت الشرطة بتصوير كاميرات الشرطي اللي كان مكلف بالبحث عليهم من خلال الطائرة، واللي كانت فيهم فيفيانا كتمشى وسط الغابة، وكانت العاصفة قوية بزاف. والأمر الصادم أن هذا البحث كان يوم 4 غشت، يعني يوم واحد بعد الاختفاء ديالهم. كانوا مازال أحياء وكان بإمكان الشرطة تلقاهم، إلا أنه كان تقصير كبير من الطيار اللي قال أنها كانت عاصفة قوية وما انتبهش وما شافهمش، الشيء اللي خلى دانييل أنه يتقلق بزاف وبقى غير كيغوت. كاينين بزاف ديال النظريات. النظرية الأولى هي أنه تم القتل ديالهم بفعل فاعل، يعني شخص قتلهم ورماهم في الغابة، لكن هذا الشيء ما كانش واضح على جثة فيفيانا لأنها كانت عليها آثار حيوانات مفترسة فقط. والنظرية الثانية كتقول بأن فيفيانا والابن ديالها قررت باش تمشى في الغابة وضاعت، وبالتالي هجمت عليها الحيوانات المفترسة. النظرية الثالثة وهي النظرية اللي داولتها الشرطة، وهي أن فيفيانا قتلت ولدها وقتلت راسها، وهذه هي الصدمة. الشرطة اعتمدت هذه النظرية لأن فيفيانا كان عندها اكتئاب، ولأنها تعمدت دخول الغابة وتعمدت نسيان الهاتف. لكن هذه النظرية رفضها دانييل تماما، وقال لهم مستحيل أنها تقتل ولدها، هي معمرها حتى غوتات عليه أو لا ضرباته حتى على يده. كاين نظرية رابعة اللي كتقول باللي فيفيانا قدمت نفسها وولدها كقربان، خاصة أنها كان عندها معتقدات دينية وما يتعلق بالهرم الضوئي. وانت اللي كتسمع القصة دابا، شنو النظرية ديالك؟ شاركوها معنا.